ثنائي مدريد يحسم موقف الريال من صفقة نجم البوندسليغا. بات ريال مدريد مهددا بخسارة أحد اللاعبين البارزين الذين يطاردهم في الميركاتو الصيفي المقبل. وقال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في سوق اللاعبين في تصريحات أبرزتها شبكة السبورت: في الوقت الحالي لا تقدم في المفاوضات بين ريال مدريد وديابي. أضاف: حسم مستقبل أسينسيو أولوية داخل ريال مدريد، ستكون هذه النقطة الأولى بالنسبة لهم في الأسبوع القادم. هناك إبراهيم دياز الذي سيعود رسميا بعد انتهاء إعارته. صفقة ديابي باهظة الثمن، أنا متأكد أن ليفركوزن سيطلب الكثير من المال، ليس 30 أو 35 مليون يورو، السعر أكبر من ذلك بكثير وسط اهتمام مجموعة من الأندية، وبالتالي الصفقة معقدة. تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع أسينسيو وسيبايوس. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد الإسباني مع نجميه ماركو أسينسيو وداني سيبايوس، واللذان سينتهي عقديهما عقب نهاية الموسم الحالي. ونجح كلا اللاعبين أن يثبتا أهميتهما خلال الأشهر الأخيرة بفضل الأداء المميز الذي قدماه كلما سنحت لهما الفرصة بالمشاركة، وبالأخص ماركو أسينسيو الذي يعد هدف الفريق الرابع برصيد 12 هدفا، عدا عن صناعته 8 أهداف أخرى رغم أنه لم يخض سوى 1860 دقيقة فقط. واستطاع ريال مدريد أن يقنع توني كروس ولوكا مودريتش بتجديد العقد، بينما لم يفتح النادي مفاوضات مع ماريرو دياز الذي سيرحل بشكل مؤكد في الصيف القادم، ليبقى مستقبل أسينسيو وسيبايوس هو الأكثر غموضا في الوقت الراهن. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة النادي تقدر المجهودات التي يبذلها أسينسيو مؤخرا، ولذلك تم تقديم عرض جديد في الأسابيع الماضية والذي يبدو أنه لاقى قبول عند اللاعب. في الوقت الذي يقترب فيه أسينسيو من تجديد عقده، يبدو أن مستقبل داني سيبايوس يبتعد عن ريال مدريد، لأن اللاعب غير مقتنع بالعرض الذي قدمه له النادي، لا سيما وأن هناك عدة أندية مستعدة للتعاقد معه مثل أستون فيلا وريال بيتيس وأندية إيطالية لم يتم الكشف عن هويتها، كما أن هناك إمكانية لدخول أتلتيكو مدريد في سباق التعاقد مع اللاعب. أضاف التقرير أن سيبايوس يتفاوض على عدة جهات في الوقت الراهن، رغم أن خط المفاوضات مع الريال ما زال مفتوحا، لكن اللاعب ليس مقتنعا بالعرض الذي وصله، ويعمل الآن على تقييم جميع الخيارات المتاحة أمامه. غوارديولا عن لقاء ريال مدريد: لسنا أغبياء، وتلك المباراة الأهم في مسيرتي. تحدث بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن مواجهة فريقه المنتظرة غدا ضد ريال مدريد الإسباني ضمن منافسة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأن لقاء الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. قال غوارديولا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: سنحاول أن نلعب مباراة جيدة، لقد أخبروني بأن الملعب سيكون ممتلئا، نحن نعرف انتقالاتهم وكيف يلعبون، نحن نلعب ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهم أقوى الخصوم، إنه تحدي كبير وسنذهب لتقديم أفضل ما لدينا، علينا أن نلعب بشكل أفضل من ريال مدريد، علينا أن نؤدي بشكل جيد وليس فقط الرغبة، لقد تعلمنا من التجارب السابقة، العاطفة موجودة وستكون عالية، يجب أن تكون عالية، فقط هذا لن يهزم فريق مثل ريال مدريد، نحتاج إلى خطة لعب أفضل قليلا ومنضبطة أكثر، نحتاج خلق المزيد من الفرص لمهاجمينا ونحصل على المزيد من الكرات في المواقف السهلة، لسنا أغبياء لمعرفة مدى أهمية مباراة الغد، ربما الأهم منذ أن كنت هنا لأقول للاعبين: عليكم أن تعيشوها واستمتعوا باللحظة، كم نحن محظوظون بتواجدنا باستمرار في التصفية النهائية، الأمور بأيدينا وستعتمد علينا ولا يتعين علينا القيام بشيء استثنائي، أعلم أن الجماهير ستدعمنا وسيكونون قريبين منا غدا، سيكونون معنا طوال الوقت، سنلعب مباراة 11 ضد 11 في اللحظات السيئة خلال المباراة، سيكونون معنا، لدي فكرة أن أفعل شيئا مختلفا غدا فقط ليكون الفريق أكثر مرونة في الهجوم، لقد فزنا بجميع الألقاب ما عدا هذه البطولة، نحن نريدها، إنه حلم تحقق عندما تأتي إلى هذه اللحظة، لا أحد يضمن في المستقبل أننا سنكون هنا، بمجرد أن تكون في نصف النهائي عليك أن تقدم أفضل ما لديك، علينا أن نحاول أن نسعى لتحقيق ذلك، أن نكون معا في اللحظات السيئة. ريال مدريد يستعد لتقديم عرضه الرسمي الأول لشراء بيلينغهام. ذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن إدارة ريال مدريد الإسباني تستعد حاليا لتقديم عرضها الرسمي الأول لنادي بروسيا دورتموند الألماني
من أجل التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام خلال سوق الانتقالات الصيفية. وارتبط اسم جود بيلينغهام ابن 19 عاما بالانتقال للعب في فريق ريال مدريد ليكون خليفة الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش في السنوات القادمة. كان ليفربول الإنجليزي يعد من أبرز المرشحين للحصول على خدمات جود بيلينغهام، ولكن تراجع النادي عن ضمه بسبب المقابل المادي المبالغ فيه الذي طلبه الفريق الألماني. وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن ريال مدريد يستعد بالفعل لتقديم عرضه الرسمي لضم جود بيلينغهام بعد الاتفاق على بنود اللاعب الشخصية منذ أسبوعين تقريبا. أكمل الصحفي أن ريال مدريد يحترم إدارة بروسيا دورتموند كثيرا، لذلك سينتظر حتى نهاية الدوري الألماني ويبدأ مفاوضاته مع الفريق، حيث يشتد الصراع حاليا بين دورتموند وبايرن ميونخ على اللقب المحلي.